الدفاع المدني، حيث اطلع على الخدمات التي تقدمها المديرية في مجالات اختصاصها، واستمع إلى شرح حول المهام التي يقوم بها منتسبو الدفاع المدني. وأعرب جلالته في لقائه المدير العام للدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي عن اعتزازه بمنتسبي الجهاز على ما يقدمونه من جهود احترافية دؤوبة خلال أدائهم رسالتهم الإنسانية النبيلة، ولا سيما بعد تمكن فريق البحث والإنقاذ الأردني من الحصول على التصنيف الدولي الثقيل كأول فريق عربي في مجال البحث والإنقاذ. وسمع جلالته إلى إجازة من مدير عام الدفاع المدني استعرض فيه ما حققه جهاز الدفاع المدني أخيرا من إنجازات، ومن ضمنها تخريج الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية لتحقيق مبدأ الريادة والتميز في علوم الدفاع المدني على المستويين الإقليمي والدولي. واستعرض الكوفحي المشاريع التطويرية ضمن الخطط الاستراتيجية للدفاع المدني لتعزيز القدرات الميدانية للجهاز. والتقى جلالة القائد الأعلى في الزيارة كوادر الدفاع المدني التي شاركت في التعامل مع الحريق الكبير الذي شب الأسبوع الماضي بمبنى قيد الإنشاء تابع لمستشفى فرح في جبل عمان، حيث أشاد جلالته بالجهود المتميزة التي بذلوها للتعامل مع هذا الحادث بكل كفاءة ومهنية واقتدار.